ازاي طفل يتخلى عن الحفاض في 3 ايام بس؟ وايه هي الظروف المثاليه او على الاقل الظروف المناسبه اللي اقدر ابدا فيها البوتي تريننج؟ الظروف المثاليه دي بتعتمد على 3 حاجات. اول حاجه الظروف المثاليه او المناسبه بالنسبه للام، وهي ان الام هتختار 3 ايام هنبدا فيهم لازم تكون الام قاعده في البيت، ما عندهاش خروج، مفيش سفر، مفيش مشاوير بعيده، كل حاجتي موجوده حواليا عشان ابقى شبه متفرغه للموضوع ده ال3 ايام دول. لازم اكون في افضل احوالي الى حد ما بالناحيه النفسيه، بالناحيه العصبيه، وكمان الناحيه العضليه. الجاهزيه دي بالنسبه للام هي العنصر الاساسي، ودي اول حاجه ومهمه جدا. العنصر الثاني وهي الظروف المحيطه اللي انا هبدا فيها، ودايما بنختار فصل الصيف انه كانسب وقت تبداي فيه عمليه خلع الحفاض، لانه بطبيعه الحال ان الصيف عدد القطع والملابس اللي بيلبسها فيه الطفل بتكون اقل، كمان الاغطيه اللي بنستخدمها، كمان الفرش، سهوله ان انا اغسل ده لو حصل لا قدر الله حوادث، وده وارد ان هو هيحصل، بيكون ما عنديش مشكله كبيره قوي في موضوع الغسيل او ان الحاجات دي تجف واقدر استخدمها بشكل سهل. ثالث حاجه وده العنصر الاساسي اللي هو الطفل، جاهزيه الطفل، وبتعتمد على ان الطفل لازم يكون جاهز صحيا وجسديا، جاهز كمان ادراكيا، وعلامات الجاهزيه من ناحيه السلوك. علامات الجاهزيه دي هلخصها لك في نقط سريعه، بس قبل ده افتكري ان انت تعملي لايك للفيديو ده، ولو انت مش عامله اشتراك في القناه اشتركي في القناه، فعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد خاص بينا. ايه هي العلامات اللي اعرف بيها ان الطفل ده جاهز واقدر ابدا معاه البوتي تريننج؟ اول حاجه ان طفلي بيقدر يمسك نفسه عن الحمام، انه يعمل تبول او الحفاض بتاعه جاف تقريبا فترات طويله من النهار، يعني في دلاله انه يقدر يتحكم في المثانه ولو بشكل جزئي. او علامات تانية تدل على انه قادر يمسك نفسه او بيعمل حمام مش بيعمل طول الوقت، يعني طفل مزنوق وماسك نفسه حاسه انه بيترقص، بيمشي على صوابع رجليه كانه هيعمل حمام او مزنوق فيه. دي كلها علامات بتقول لي انه قادر يعمل كنترول على التبول حتى ولو فترات معينه في اليوم. العلامة الثانية إن طفل بيعمل التبرد في أوقات ثابتة أو شبه ثابتة على مدار اليوم. العلامة الثالثة وهي إن الطفل بقى عنده وعي وإدراك وحرج من الحمام، يعني طفل لما بيجي يعمل حمام بلاحظ إن هو بيستخبى ورا أساس المنزل، بيركن في جنب لوحده خالص، بيقعد ساكت وهادي، ممكن يقعد في الأرض، تحسي إنه فعلا بيعمل حمام، أو محرج منه لدرجة إنه بيستخبى، أو كمان قرفان وعنده علامات صحية أكتر، وده بيبقى ساعات أكتر في البنات، قرفان من الحمام وعايز يتخلص من الحفاض بأسرع وقت. دي كلها علامات صحيه جدا في اني ابدا البوتي تريننج. من علامات النضج والوعي والادراك ان الطفل يقدر يعبر بكلمات انا بستخدمها معاه خاصه بالحمام، انه بيقول لي انه عمل حمام او عمل ايا كان اللفظ اللي بيستخدمه فبدا يعبر عنه، ودي حاجه مهمه جدا. او حتى بيشد الحفاض وبيقول لي ان هو عايز يروح الحمام، بيشاور لي عليه. او الطفل بقى كادراك ووعي بدا يبان عنده علامات الاختيار، يعني بدا يختار اكل يفضله على اكل تاني او لبس يفضله على لبس تاني، فده وعي ان انا ابدا معاه او افكر في موضوع البوتي تريننج. لو اتحقق معاكي 3 علامات من اللي احنا قلناهم دول او اكتر يبقى ابني جاهز ان انا ابدا معاه. يبقى انا كده عندي الظروف المثاليه او المناسبه بالنسبه للام، المناخ، والطفل. ابدا بقى افكر في الادوات. ايه الادوات اللي المفروض تكون عندي وجاهزه؟ اول حاجه لازم طبعا يكون عندي قاعده خاصه بالتواليت بالنسبه للاطفال، وممكن يبقى عندي درجه استخدمها انه يطلع بيها على التواليت، او نفس الدرجه دي استخدمها انه يطلع قدام الحوض عشان اعلمه يغسل ايده بعد ما يخلص حمام، او ان يبقى عندي بوتي اصلا بيقعد عليها وعارفها وبيختارها وبيحبها، وفي الاول انا لما اجيبها له اجيبها كانها قدامه يشوفها، ما يبقاش بالنسبه له اداه عقاب ان هو تعالى عشان تقعد عليها، هي موجوده قدامه كام يوم بيعتاد شكلها ووجودها، ممكن يكون بيتعامل معاها عادي، وبعد كده اقنعه ان دي خاصه بالعمليه دي، وهيجي دلوقتي دور ازاي نبدا اصلا بشكل عملي. من الادوات المهمه اللي يكون معايا فرش خاص بالسرير بتاعه، يكون سهل جدا ان انا اشيله او اغسله، وفي نفس الوقت ما يكونش مضايقه في النوم عليه، وطبعا دي مرحله شيل السجاد عشان خاطر ما نقعدش نغسل كمان السجاد. ومن النقط المهمه جدا ان الطفل لازم يكون بيلبس ملابس مناسبه، يعني بنطلون او شورت واسع بسهوله جدا يقدر يخلعه عشان يساعد نفسه يعمل حمام. بلاش الحاجات اللي سليم او اللي هي الليكرا اللي بتلزق على جسمه، لان هي بالنسبه له زيها زي الحفاض بالظبط، فبتدي له اشعار او اذن انه ممكن يعمل فيها عادي بالظبط لانها شبه ونفس الملمس ونفس اللزقه على الجسم. هنبدأ بقى العملية ازاي؟ اولا لازم يكون في كلمة مشتركة ما بيننا واحنا فاهمينها واحنا الاثنين، انه عاوز يعمل حمام ايا كان اللفظ اللي انا هستخدمه واعلمه له هو كمان هيستخدمه ويقوله لي، وبالتالي هنروح على الحمام. فاحنا هنروح على الحمام، انا هشرح مثلا على نفسي كأم او على عروسه لعبه، اشرح له ازاي ان المفروض ان احنا بنقعد هنا عشان نعمل كذا، فبنقعد ونشيل الهدوم ونقعد نعمل حمام، وبعدين ننده لماما عشان نغسل، وبعدين نقوم بعد ما نخلص نغسل ايدينا. الخطوات دي لازم اعملها قدامه، والموضوع ده ممكن ينجح جدا بسهوله مع اطفال، فكره ان انا اعمله محاكاه عليا او على عروسه لعبه او كده. وفي اطفال تانية ممكن تحتاج ان انا احكي لها حدوته بشكل تحفيزي، انه كان في طفل مثلا كان صغير وبيعمل على نفسه، وبعدين بقى بيقول لهم انا عاوز اعمل حمام، وبعدين بقى بيدخل يقعد يعمل كذا، وبنغسل وبننده لماما، وبعدين نغسل
نغسل ايدينا وبقى شاطر، بقى جميل وبقى ريحته حلوه على طول وبقى زي الكبار وكبر والناس فرحت بيه ومامته حبته وسقفت له. يعني النموذج ده كحدوته برده ممكن ينفع مع اطفال تانية. ما تنسيش ان مش كل الاطفال ينفع معاها نفس الطرق على طول الوقت، وبرده مش ضروري جدا ان انا هنجح مع طفلي في 3 ايام او في اسبوع. في اطفال ممكن تتاخر شويه، وهنا هتيجي الكلام عن المشاكل الخاصه بالصعوبات اللي بتواجهنا. وهي اول حاجه ان انا بعد ما كان طفلي بقى كويس وماسك نفسه بشكل كويس رجع تاني يعمل حمام، وانا بالنسبه لي زهقت فهرجع للحفاض. اوعي، هنا في خطوره بقى. ما ينفعش خالص ان انا انتكس بما اني قررت ان انا هدخل في البوتي تريننج، فانا عندي ظروف مناسبه واجواء مناسبه والطفل في علامات بتقول ان هو مناسب، وبعد ما بدات ارجع تاني انتكس. ده مش كويس خالص. الطفل هيفهم ان انت ممكن جدا في اي وقت ترجعي في كلامك، وبالتالي هيمارس الضغوط عليك. لا، احنا ما دام قررنا خلاص هناخد القرار مهما كانت الصعوبات، واحنا من الاول متفقين ان ممكن يحصل مشاكل على اوقات متفرقه، فعادي هنتحمل ده وهنبقى مثابرين ونكمل لحد ما يبقى كويس. مفيش طفل بيكبر وبيستخدم حفاض، كل الاطفال بتتخلى عن الحفاض في وقت ما. احنا بس بنساعد نفسنا وبنساعد الاطفال انه ده يحصل في لحظه مناسبه ويكون في وقت قليل ويبقى اسرع من غير مشاكل. الصعوبه الثانيه وهي العند، ان بعض الاطفال بتعاند ما يرضاش يعمل حمام او يقعد على التواليت فتره ساعه حتى، ممكن بعد ما يقوم مباشره يعمل، او اول ما يلبس الحفاض يعمل فيه. فهو للاسف يعني في اطفال بتعاند، بس ده مش نموذج عام، بيبقى نموذج قليل جدا بس عشان احنا بنسمعه بنحس ان هو ده السائد. للاسف لا، ده نموذج قليل خالص. حتى لو طفلي طلع حظي ان هو من النوع اللي بيعاندني، برده مع الصبر شويه بشويه هيبقى كويس وهيتخلى عن الحفاض. ثالث حاجه بقى المشاكل الصحيه المرتبطه باني ابدا ده، اللي هو الامساك. فهو للاسف الامساك من اكتر المشاكل الصحيه اللي بتواجهني في الفتره دي، وحله حاجتين مع بعض. اولا ان الطفل ياكل اكل كويس وازود الميه عشان احسن الاخراج، والحاجه الثانيه ان انا اعمل شبه مواعيد منظمه يقعد فيها. وبرضه اولا واخرا الصبر. انت عارفه ابنك اكتر من اي حد، فتقدري تاثري عليه وتوصلي له بسهوله، وتقدري توصلي للاسلوب المقنع اسرع ما يكون من اي حد. لو طفلي مشي على الخطوات دي وتخطينا كل الصعوبات دي وبقينا كويسين الفتره اللي احنا ناويين نعملها، المفروض ان النموذج اللي انا حققته في البيت ده لبره البيت. يعني اجرب نماذج تانية مثلا زي عند تيتا او عند حد قريبنا او في اماكن تانية، عشان يعرف ان ده مش مرتبط بالبيت بس، احنا بنعمل كده في كل مكان بنروحه، فبنتخلى عن الحفاض تماما. ساعتها هنفكر ان احنا ننتقل مسافات طويله وهيبقى فيها مخاطره شويه، برضه نبقى واخدين بالنا وان شاء الله الموضوع يعدي بسهوله. لكن مش سفر طويل، مش مجازفه كبيره، علشان في الاول لسه في صعوبات. بعد شويه لو بقى كويس خلاص هنتحسن، نرجع بقى نلف نستخدم ده كمان بالليل قبل النوم. بفهمه ان احنا لما بنحتاج بنصحي ماما ونقوم نعمل كذا. ممكن انا نفسي بعد ما ينام بكام ساعه اقومه واصحيه واوديه يعمل تواليت. في ايام هتكوني فيها تعبانه ومش قادره تقومي ولا عايزه تقومي، طيب ممكن اعمل ايه؟ البسه خلاص؟ لا، الاحسن ان انا برضو نفس السيناريو بقنعه وبفهمه وبقول له نقوم نعمل. ولما بينام ممكن البسه وقبل ما يصحى بقلعه له، ولما بيقوم الحيله ان انا اقول له انت برافو عليك بقيت جاف وشاطر وبقيت كبير، وديك نمت اهو طول الليل وما عملتش. هنستخدم ده عشان نرفع معنوياته، وده هيحسن له الادراك جدا وهيخليه مبسوط. وده جزء مهم جدا من العمليه، ان انا اخليه يحس انه سعيد بانه عمل انجاز وبقى شاطر، مش لمجرد ان ماما مبسوطه منك فانت تبقى مبسوط وخلاص. لا، انا عايزه يحس بنفسه ان هو قدر يعمل حاجه صعبه، وقدر انه يبقى زي الكبار، وقدر انه يبقى جميل وريحته حلوه. دي حاجات محفزه جدا ومهمه جدا في العمليه. في النهايه لو انت مريتي بالتجربه دي قولي لنا ايه اكتر حاجه كانت متعبه ليكي اثناء البوتي تريننج، ولو انت جديده قولي لنا ايه اكتر حاجه مخوفاكي من انك تبداي البوتي تريننج، وهرد عليكي في الكومنتات. شكرا.